أنا مش عذراء وفرحي بعد شهر بالظبط ومش عارفة أعمل إيه، واللي عمل فيا كده مش هينفع يتجوزني خلاص. أنا واحدة عندي 25 سنة، إحنا بنتين، أنا الكبيرة وأختي الصغيرة. والدي كان بيسافر وكان بينزل لنا وكنت مرتبطة بواحد وكنت بحبه بمعنى بحبه بموت فيه وبعشقه وما بقدرش استغنى عنه أبدا. طول فترة الدراسة بتاعتنا في الجامعة واحنا بنحب بعض واتفقنا على الجواز، لدرجة إن كل صحابي يقولوا لي مستحيل إن في واحد يحبك في فترة الدراسة أو في الجامعة ويجي يتقدم لي، لكن هما اتفاجئوا فعلا إن هو جه يتقدم لي. في الأول والدي ما كانش موافق، وخصوصا إن إحنا في سن بعض وهو لسه متخرج ومعهوش أي حاجة، بس هو اتعهد لوالدي إن هو هيشتغل كذا شغلانة عشان يبقى قد المسؤولية ويجي يتجوزني. وفعلا طلع راجل، بدأ يشتغل شغلانة واتنين وبدأ يكون نفسه، واتخطبت له وكانت الحياة جميلة جدا، وخصوصا إن إحنا واخدين بعض من أيام الدراسة، يعني 4 سنين بنحب بعض. يعني كل حاجة كانت سهلة بالنسبة لنا وما بينا، مش محتاجين نعرف بعض الحب اللي ما بيني وما بينه، لأنه كان حب ما يتوصفش. كنا بنحب بعض بطريقة جنونية، واتخطبت له مدة 6 شهور. فخلال ال6 شهور دول هو كان شاب ملتزم وكان متربي وابن ناس، وقال والدي ووالدتي كانوا بيحبوه جدا، لدرجة ان كان والدي لما كان بيسافر كان بيبعت له انه يعني لو في حاجة هو عاوزها كان بيعملها لنا، وفي أي وقت كان بيوصلنا وبيجي معانا ويرجعنا تاني. ومن كتر حب والدي فيه كان بيعتمد عليه في حاجات كتيرة جدا، وخصوصا إن أنا ماليش أخ ولد، أنا وأختي صغيرة بس. طلع راجل فعلا قدام بابا واشتغل وكون نفسه، وانا وهو كنا واخدين على بعض بطريقة يعني من ايام الجامعة، فكان بيحصل ما بيني وما بينه شوية تجاوزات، وخصوصا ان هو كان بيجي يقعد عندنا كتير وساعات كان بيوصلنا. وكانت ماما بتقول له وصلهم لحد ما اروح اشتري مثلا اي طلبات او اي حاجة، وكان بيطلع معانا انا واختي. وطبعا في الفترة دي كان بيحصل ما بيني وبينه حاجات كتيرة جدا. احنا كنا بنحب بعض، وهو كان دايما يقول لي طبعا هتجوزك ما تخافيش، انا معاكي ولا يمكن اسيبك، وكنت بسلم له نفسي. كان بيحصل ما بيني وما بينه تجاوزات بس في حدود ان انا لسه بنت، وكنت قايله له الموضوع ده مش هيحصل الا وقت الجواز وقرب وقت الفرح، واتفقنا انه خلاص ما فاضلش الا شهر. بس بصراحة كده زي ما تقول وقال لي انا مش قادر وما كنتش قادر استحمل اكتر من كده، وانتي عارفيني وعارفاني من ايام جامعة. يعني لو كنت عاوزة اسيبك من زمان كنت سبتك، واحنا مع بعض وبنعمل حاجات كتير، بس انتي عارفة ان انا بحبك وعملت المستحيل عشان اوصل ان احنا نتجوز لحد اللحظة اللي احنا فيها دي. بس خلينا نعيش مع بعض شوية لان انا مش قادر بجد استحمل حتى الشهر ده، وخلاص بقى قربنا نتجوز. وفعلا كان يقول لي باباكي طبعا مسافر، خلينا لما مامتك واختك الصغيرة يناموا اطلع بالليل ونقعد مع بعض قعدة حلوة. وفعلا كنت استنى ان ماما واختي يناموا وكنت بقول له تعالى، كان بيطلع لي وكنا بنعمل مع بعض كل حاجة، لدرجة ان في الوقت دوت ما قدرناش نمسك نفسنا وفقدت عذريتي في اليوم ده. وهو طبعا قال لي انا وعدتك ان انتي مراتي وانا خلاص احنا قربنا نتجوز. قعدنا مع بعض شهر، كل ما ماما تنام كان بيطلع لي بالليل ونعمل زي المتجوزين بالظبط، علاقة كاملة مش فيها أي حدود. كنا عايشين مع بعض زوج وزوجة بالليل. وفي مرة كان عندي بالليل وقضينا مع بعض طول الليل في أوضتي أحلى ليلة، وسلم عليا وقال لي خلاص أنا هنزل بقى، يا دوبك أروح أنام ساعتين وصحيني عشان أنزل الشغل. وبعد ساعتين صحيت واتصلت بيه وقلت له يلا بقى علشان شغلك. وفرحنا، كمان كان باقي عليه كام يوم وقفلت معاه، واتفاجئت بالخبر اللي صدمنا كلنا. اتصلوا عليا وبتصل عليه ما بيردش، واتصل عليه قالوا لي ان خطيبي عامل حادثة كبيرة جدا في المستشفى بين الحياة والموت. ما كنتش عارفة اعمل ايه، وانا كل حاجة اتلخبطت فوق دماغي وكل حاجة كانت قدامي بطريقة غريبة. لبست وجريت، وفعلا قعدت يومين بالظبط في العناية المركزة، وللأسف فجأة توفى. جات لي صدمة وجات لي حالة مش طبيعية، يمكن بعدها فقدت النطق، أو يعني ما كنتش عارفة أتكلم من كتر الصدمة اللي نزلت فوق دماغي. حب عمري كله وأنا اللي سلمت له نفسي، أن أنا وهو بقينا زوج وزوجة، بس طبعا إحنا مخطوبين لا مكتوب كتابنا ولا حاجة. توفى وللأسف طبعا كله بيد الله، مفيش حاجة في إيدينا نقدر نعملها، بس كان غصب عني.
قعدت شهر كامل مانيش قادرة اتكلم وقافلة على روحي، لدرجة ان كان اوضة ماما كانت تيجي وتقولي معلش انت يعني زعلانة عليه واحنا كمان زعلانين، انت ما تعرفيش احنا كنا بنحبه قد ايه، وكمان باباكي كان بيحبه جدا وزعلان عليه جدا، بس انت لازم تخرجي من اللي انت فيه. وخصوصا كان كل فترة بيجيلي عرسان وانا كنت برفض، ما كنتش بتكلم ابدا. وفي مرة بابا نزل من السفر وقال لي في عريس جايلك، والعريس ده ما يتسابش ابدا، ولد ملتزم ومحترم وكمان شافك قبل كده ومعجب بيكي وعاوز يتقدم لك. بصراحة ما كنتش عارفة اعمل ايه، وخصوصا ان انا رفضت عرسان كتير بعد ما خطيبي توفى. طبعا انتوا عارفين ان انا لسه مش بنت، وقتها ماليش حاجة ان انا اقول اي سبب او اي عيب. عدت شهور على موت خطيبي وانا خلاص بقى عندي 28 سنة، وماما تقولي ما ينفعش كده، انتي سنك كبر ولازم تتجوزي وتنسيه. كلنا كنا بنحبه بس الحياة بتمشي، وطبعا محدش يعرف ولا انا قادرة احكي لامي ولا قادرة احكي لاي حد. ممكن والدي يروح فيها وممكن يعملوا لي مصيبة، يعني ممكن مثلا يتخلصوا مني. ابويا راجل صعيدي ما عندوش تفاهم، فكرت كذا مرة في الانتحار، بس انا بصراحة بخاف من عقاب ربنا او ان انا اموت نفسي. وافقت واتخطبت له، وفعلا شاب محترم جدا وانا استريحت له، كان على خلق وكان ملتزم. اتخطبت له فترة وكان دايما بيقولي انتي ليه ساكتة، انتي فيكي حاجة، انا حاسس ان فيكي حاجة.